ومن نفائس العرش الحسين ودم الحسين، من نفائس عرش الله تبارك وتعالى. لذا تلاحظون وارد في الزيارات اللي يتبع الروايات يجد هناك ترابط وثيق معنوي بين الحسين وبين عرش الله تبارك وتعالى. من زاره كمن زار الله، وفي بعضها كمن زار الله فوق عرشه. ترابط وثيق أكو. هذا يحتاج لوقت خاص لبيان هذا المعنى، شنو هالترابط بين الحسين وبين عرش الله. دمه اقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. هكذا الترابط موجود. وورد أيضا أنه زين السماوات، والعرش وين هو؟ في أشرف مكان في السماوات، والحسين زين هذه. ومكتوب على ساق العرش أنه مصباح هدى وسفينة نجاة. إذن من نفائس عرش الله الحسين ودم الحسين صلوات الله عليه.